يعد الزلزال الأخير الذي ضرب المغرب ليلة الجمعة وأسفر عن سقوط آلاف الضحايا والمصابين هو الحلقة الأخيرة في قصة المغرب مع الزلازل، والتي بدأت منذ زمن بعيد نظرا لوقوع البلاد في منطقة عدم استقرار زلزالية. وفيما يلي أبرز الزلازل التي شهدها المغرب عبر تاريخه، بدأ تدوين الزلازل في عام 1522 بالزلزال الكبير الذي ضرب مدينة فاس، ثم شهدت نفس المدينة عدة زلازل بعد ذلك في أعوام 1624 و1755 و1773 818. ضرب زلزال عنيف المنطقة المحيطة بجبل طارق. في عام 1079 ضرب زلزالان عنيفان منطقة المغرب في ديسمبر، كانون الأول ما أدى إلى مصرع المئات تحت الأنقاض وحدوث دمار كبير في المنطقة. عام 1276 ضرب زلزال كبير مدينة العرائش وتسبب في دمار كبير بالمدينة. عام 1624 دمر زلزال قوي مناطق واسعة من مدينة تازة وفاس ومكناس شمال البلاد. عام 1660 ضرب زلزال عنيف مدينة مليلية، مما أدى إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة. عام 1731 شهدت منطقة أكادير هزات أرضية عنيفة أدت إلى تدمير أحياء عديدة فيها. وفي نوفمبر تشرين الثاني من نفس العام تعرضت معظم المدن الساحلية المغربية لدمار كبير جراء زلزالان كبيران ضربا مدينة لشبونة بالبرتغال. عام 1773 دمر زلزال مدينة طنجة بشكل كبير، كما انهارت منازل في مدينة فاس، وشعر سكان مدينة سلا بارتداد لهذه الهزة. في أغسطس آب 1792 ضرب زلزال عنيف مدينة مليليا ودمر عددا من أحيائها. في فبراير شباط 1848 ضربت هزات أرضية عنيفة مدينة مليليا، أيضا تسببت في دمار واسع وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا. يناير كانون الثاني عام 1909 شهدت مدينة تطوان عدة هزات أرضية تسببت في سقوط عشرات الضحايا. زلزال الحسيمة أعوام 1910 و1927 و1994 و2004 ضربت خلالها عدد من الزلازل منطقة الحسيمة شمال شرقي المغرب، وخلفت خسائر مادية وبشرية كبيرة. وكان أقوى هذه الزلازل في 24 فبراير شباط 2004، وبلغت قوته 2.5 درجات على مقياس ريختر، وخلف أكثر من 862 وفاة و629 جريحا، إضافة إلى تشريد 51 ألف شخص. وكان أكثر الزلازل تدميرا في تاريخ المغرب حتى هذا الوقت. عام 1960 ضرب زلزال مدينة أغادير، ويعد الأعنف في تاريخ البلاد، وأحد أعنف 100 زلزال في تاريخ البشرية، مما أسفر عن سقوط نحو ثلث سكان المدينة ضحايا، بينهم 15,000 قتيل و25 ألف جريح، فضلا عن تشريد عشرات الآلاف ووقوع خسائر مادية جسيمة بلغت حوالي 290 مليون دولار. عام 1969 تأثر المغرب بزلزال قوي ضرب لشبونة في البرتغال، وأدى لدمار ومقتل 10 أشخاص وإصابة 200 آخرين. ثم جاء الزلزال الأخير 8 سبتمبر أيلول 2023
بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، وضرب أقاليم ومناطق الحوز ومراكش وورزازات وأزلال وشيشاوة وتارودانت، وأسفر عن سقوط آلاف القتلى والجرحى وتدمير عشرات القرى والمدن وتشريد آلاف من السكان.